نبيلة، أنا آسف. حقك عليا مرة تانية. أنت هتفضلي أم بنتي، وكرامتك هتبقى فوق راسي على طول. نبيلة حبيبتي، أنا مقدرة اللي أنت فيه، بس والله اللي حصل ده كان في صالح نور. البنت محتاجة تكون دايماً مع أبوها وأمها، ما ينفعش تبقى مع واحد فيهم بس والله أنت هتفضلي بنتي على طول، وهتفضلي معانا ومع نور. مش عايزاكي تزعلي. أنا عارفة إننا ما كناش قريبين من بعض، بس عارفة إنك بتعملي كل ده عشان بتحبي نور من قلبك. أنا موجودة لو احتجتيني. شكرا. بس أنا ممكن بس آخد نور البيت وأحضر شنطتها وأجيبها بالليل؟ أيوة طبعا يا نبيلة، أكيد. نور. أهي. أنا هاخدك البيت وهحضر الشنطة بتاعتك عشان تيجي النهاردة تباتي مع بابا وتيتا. موافقة؟ بجد؟ ما تعيطيش يا ماما، انتي ماما وهو بابا، انا بحبكم انتوا الاتنين. ما تعيطيش. ألف مبروك. أبويا أدهم. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك يا حبيبي. طب إيه بقى؟ إحنا مش هنبل الشربات بقى ولا إيه؟ هل مجلس النواب بعد الحكم ده هيعدل القانون عشان يبقى نص صريح؟ والله أتمنى عشان كل أب محروم من ولاده يقدر ياخدهم في حضنه. وهل ده معناه إن القضاة هيحكموا من غير نص؟ هي القاعدة إن مفيش نص في قانون الأحوال الشخصية، ولذلك إحنا بنعتمد على الشريعة وآراء الفقهاء، وده اللي القضاة كمان بيعتمدوا عليه. هل شهرة الأستاذ أدهم كانت سبب في نجاح القضية؟ طبعاً، الناس حبته وصدقته، وكمان تمسكه ببنته ساعدني كتير. الحقيقة اللي حصل النهاردة مش مجرد انتصار في قضية لأب اسمه أدهم، اللي حصل النهاردة انتصار كبير للقضاء الشامخ، وأنا من موقعي هذا بحب أشكر قضائنا وأشكر القيادة السياسية الحكيمة اللي أتاحت لنا الفرصة إننا نفتح هذا الملف العميق ونشوف. أستاذة فريدة، أنا بشكرك من كل قلبي. العفو يا حبيبي، أنا ما عملتش غير شغلي. ربنا يكتر من أمثالك يا رب. حبيبي. ربنا يخليكي لينا يا رب. ميرسي. أستاذ أدهم عايزين نسألك سؤال. استاذ ادم، السؤال اليوم اسئله كتير عند حضرتك. إيه رأيك في القضاء؟ استاذ ادم، ايه رايك في اللي حصل؟ هل الحكم ده قابل للاستئناف يا استاذ ادهم؟ أستاذ أدهم. استاذ ادهم